كيجيو شي لحظات في العلاقات العاطفية كتولي فيهم الإشارة مشوشة والاتصال ضعيف، بحال شي موجة كانت صافية وفجأة ولات تشاش، كتولي تحس بها بعيدة وما بقاتش حاضرة كيف ما كانت. التجاوب تبدل والنبرة بردات والعيون دبلات، وعوض ما توصل ولات كتخبي. انت كتلقى راسك داخل في واحد الدوامة ديال التساؤلات، وكتسول واش هادي باغية تبعد ولا باغية ترتاح. هنا فين خاصك تكون واعي بالفرق بين اللي محتاجة مسافة واللي نافرة، لأن هاد اللحظة هي من أدق وأخطر اللحظات اللي كتختبر فيها الأنثى وعيك الطاقي. اللي ما واعيش كيغلط في التأويل، كيشوف الصمت كإهانة والمسافة كرفض، فكيدير ردة فعل كتزيد تخرب اللي باقي. أما اللي واعي كيعرف أن الطاقة كتكلم بطرق ما كتسمعهاش الأذن، ولكن الروح كتحسها. هذا راه ماشي كل بعد كاين نفور، وماشي كل صمت كاين نهاية. كاين صمت كيحمي وكاين صمت كيقتل، وكاين بعد كيصفي وكاين بعد كيقطع في مرة. المرأة اللي كتحتاج مسافة في العلاقة راه ماشي باش تهرب منك، بل باش تدافع على الصفاء الداخلي ديالها. فاش كتحس ان المشاعر عندها تزاحمات والكلام ذا حمار، التواصل ولا فيه ضغط، كيبدا يتخلط الحب مع التوتر، كتختار المسافة باش تعاود تشد التوازن. في هاد اللحظة ما كتبقاش الإحساس بك، بل كتختار المسافة الهادئة باش ترتاح، باش ترجع تشوفك من زاوية أوضح، تفهم واش الحب اللي بيناتكم باقي طبيعي ولا تحول لواجب ولا عادة. المرأة اللي كتحتاج مسافة كتكون في حالة مراجعة طاقية، كتسحب اللور شوية من حضورها باش ترجع لنفسها، كتبدل الإيقاع ماشي الوجهة، كتحاول تلقى التوازن بين حبها لك وبين راحتها النفسية. وهذا النوع من البعد ما فيش جفاء، في نية ترميم. أما اللي نافرة فالقصة مختلفة تماما، النفور ديالها ما كتعلنوش، ولكن كيبان واضح في التفاصيل الصغيرة، في الهضرة الباسلة والنظرة الباردة، الغياب اللي كيعني بعدك خير من قربك. هادي ما كتطلبش مسافة، ولكن كتخلقها بلا وعي، تبين لك بلا خرجات منك ومن روحك، غير باقا ما عرفاش كيفاش تعترف بها. فخلاصة النفور ما كيكونش فيه تعب، كيكون فيه برود. اللي محتاجة مسافة كتراجع باش تحمي العلاقة، أما اللي نافرة كتراجع باش تحمي نفسها منك. المسافة كتكون فيها نية الرجوع، أما النفور في نية الخروج فقط. المسافة فيها حب متعب، والنفور فيه حب ميت. اللي محتاجة مسافة كتقول لك بلا ما تنطق خليني نرجع نحبك بهدوء، بلا ضغط بلا توقع بلا توتر. واللي نافرة كتقول لك بلا ما تنطق ما بقيت حاسة حتى بشي حاجة من جهتك. الفرق بيناتهم كيكون في طبيعة الطاقة المتبادلة. اللي محتاجة مسافة كتكون مازال مربوطة بك وبطاقة المودة، كتحتاج غير تنفاصل شوية باش ترجع ترتاح. لكن اللي نافرة فقط عاد الحبل الطاقي بلا ما تحس، ولا الطاقة ديالك كتبرزطها وحضورك كيخنقك، صوتك اللي كان كيطمئن اليوم ولا كيطلع عليها الخز. هنا فين كيبان الفرق الحقيقي. المسافة كتعالج العلاقة من الضغط، أما النفور كيمحيها في خطرة. الذكاء في العلاقات ماشي أنك تمشي تسول علاش بدلات، ولكن أنك تحس واش اللي قدامك كتجمع طاقتها باش ترتاح ولا كتجمع فيها باش تودعك. اساس ما كيغلطش، خاصك غير تكون ساكت كفايه باش تسمعو، باش ما تخلطش بين اللي غابت باش ترتاح واللي غابت باش ترتاح منك.